السلام عليكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا. حبايبي، النهاردة هنعمل مع بعض كحك الأفران الطري اللي ممكن تحطيه في اللانش بوكس أو تاكلي بيه الصبح جبنة، تشربيه مع كوباية شاي. هنشوف ازاي هنعمله بطريقة سهلة جدا، وهنعرف مع بعض ازاي يطلع من جوه كده هش وجميل وفيه البابة. وعايزة اقول لكم طراوته مفيش بعد كده. اولا عجينته سهلة جدا، مكوناته موجودة في البيت. يلا كده نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. اول حاجة في بولة هنزل بكوباية من المية الدافية، كوباية واحدة من المية الدافية، عليها معلقتين كبار من السكر، سكر حبيبات عادي جدا، عليه معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. وهقلب كل الخليط ده كويس جدا بالمضرب السلك لحد ما اتاكد ان السكر داب والخميره اختلطت بكل المكونات. الخطوه دي بقى حلوه قوي، هتفرق معاكي في اي معجنات هتعمليها. نص كوبايه من الدقيق نزلت بيها على الخليط ده وقلبتها حلوه قوي لحد ما اتاكدت ان الدقيق فك معايا. وهغطي الخليط ده كده لمده ربع ساعه، اتاكد من صلاحيه الخميره معايا زي ما انتوا شايفين بقى شكلها ايه وخمرت معايا ازاي حلو قوي. نزلت الخمر كده ونزلت بربع كوباية من الزيت. اخلطي كويس الزيت مع المكونات دي حلوة قوي. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من اللبن البودرة. اللبن البودرة بيدي للمعجنات لون حلو وكمان نكهة جميلة، يعني ما تستغنيش عنه. هبدأ أنزل بقى بالدقيق كده تدريجي. أول حاجة هنزل بكوباية وعليها رشة من الملح، وهقلب الأول أول كوباية دي بالمعلقة كده الأول. أول ما تختفي معايا هنزل باللي بعديها، يعني بلاش ننزل بالدقيق مرة واحدة زي ما احنا متعودين مع بعض. دي تاني كوباية معايا اهي، ونزلت عليها بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر ده بقى في المعجنات بيدي طراوة حلوة قوي للفطاير أو المعجنات بتاعتي. خلاص خلطت الكوباية التانية ونزلت بقى كده بمعلقة كبيرة من الشمر على اليانسون. دي اضافة بتدي نكهة حلوة قوي للكحك اللي انا بعمله ده. مش حابة تضيفيها مفيش مشكلة، بس صدقيني هتديكي نكهة حلوة جدا. الكوباية التالتة بقى زي ما احنا شايفين مع بعض، مش هنزل بيها كلها مرة واحدة، هنزل بيها كده واحدة واحدة واشوف اذا كان الخليط هيحتاجها معايا كلها ولا هيحتاج نصها. طبعا عجنت بيها لحد ما خد الكوباية التالتة كاملة. أصبح عدد الدقيق اللي أنا استخدمته في العجين 3 كوبايات ونص. نص الأول حطيته على الخميرة والتلاتة التانيين عجنت بيهم. طبعا بيختلف من نوع للتاني، ممكن ياخد معاكي 3، ممكن ياخد معاكي التلاتة ونص حسب نوع الدقيق. دلوقتي سبته خمر لمدة نص ساعة في الحر اللي احنا فيه ده. نص ساعة كفاية قوي علشان العجينة تخمر معاكي، لان انا مش عايزاها تخمر جامد، انا عايزاها بقى تخمر في الصواني معايا. هجيب بقى قطع من العجين الحجم اللي انت حباه. طبعا الكحك ده في الافران بيبقى اكبر من الحجم اللي انا عاملاه. هتجيبي تتنيها لجوه وتضغطي لجوه، تضغطي لحد ما تعمليها رول، وهتبقى بالشكل ده معاكي. تقفليها وتحطيها في صينيه مدهونه دهنه زيت خفيفه جدا. تاني كده مع بعض واحده واحده. جبتها كده عملتها صوره كده في ايدي، يعني قعدت المها من النص. بدات افردها على الرخامه بايديا، جبت من الحرف وضغطت لجوه وبعدين في الاخر ببرمها وبروح مقفلاها على بعضها زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما قلنا اللي في الافران بيبقى اكبر، بس انا عاملاه بالحجم ده علشان لو حابه تحطيه في اللانش بوكس للاولاد او نفطر بيه الصبح بيبقى حجمه صغير كده لذيذ يعني. ممكن تدهني الوش بكذا حاجه. ممكن تدهنيه بقهوه سريعه الذوبان على شويه لبن، بتدوبيهم وبتدهني الوش. عايزه تدهني بصفار بيضه ممكن جدا، اللي انت حباه. بس طبعا مش هندهن الكلام ده الا لما الكحك يخمر معايا. هسيبه من نص ساعة لساعة الا ربع يكون خمر كويس جدا في الحر اللي احنا فيه ده. وبعد كده هبدأ ادهنه بالمادة اللي انا عايزة ادهنها، سواء كان حليب على شوية قهوة سريعة الذوبان او صفار بيضة. ممكن بعد كده اديله رشة من السمسم على حبة البركة. مش حابة تضيف الاضافة دي مفيش مشكلة. انا بموت في حاجة اسمها حبة بركة بصراحة في المخبوزات، بحبها جدا. عايزة اقول لكم ان الكحك كان طعمه روعة. الشمر واليانسون اللي احنا حطيناه وضفناه على العجينة بقت ريحتها مالية الدنيا.
خلاص بعد كده بقى هكون مجهزة الفرن درجة حرارة فوق المتوسطة، يعني بلاش تبقى واطية عشان الكحك يطلع معايا طري وجميل. اول ما بيخرج بغطيه بفوطة واسيبه يهدى شوية، وزي ما انتوا شايفين هيطلع معاكم كحكاية زي السفنج. شايفين الجمال وشايفين القلب بتاعه شكله ايه؟ ده من التطبيقه اللي احنا طبقناها له، خلت فيه البابا وكان زي الفل. عايزه بقى تحطيه في الفريزر، لو هتعملي كميه ممكن تضاعفي الكميه اللي احنا عملناها دي، وتحطيه اول ما يبرد في اكياس وتحطيه في الفريزر. هتطلعيه قبل ما تاكليه بنص ساعه هيكون فك بقى زي الفل. عايزه تسخني في الميكرويف او في الفرن ممكن، او هيطلع كانك لسه عاملاه. حبايبي جربوا الطريقه السهله البسيطه في عمل كحك الافران الطري، وقولوا لي رأيكم ايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد وبألف هنا.